كتير بالنسبه للنادي الاهلي. يعني انت بتتكلم على الاهلي هو الاخطر، بتتكلم على الاهلي هو الاشرس، رغم ان هو النهارده عامل استحواذ 28%، لكنها مباراه دفاعيه مثاليه بالنسبه للنادي الاهلي. كان ناقصها بس انك تقدر تسجل، وكان ناقصها بس انك تقدر يعني نوعا ما تحرز اهداف في هذا الملعب. اداء مثالي، اداء جيد جدا. هتقولي معلش سان داونز ما بقاش الفريق اللي زي زمان. طب والحل بقى معاك؟ انا تعبت معاك. نعمل مباراه حلوه، اصل المنافس مش زي زمان. نعمل مباراه وحشه، اصل احنا عندنا مشاكل كتير. نعمل مباراه تكتيكيا رائعه، اصل كولر جبان. كولر جبان بس ماتش النهارده لا، انت مضيع كتير. ماتش النهارده انت قادر انت تروح للمرمى. ماتش النهارده امام عاشور بيثبت للمره مليون ان هو اهم عنصر عندك في المنظومه. امام النهارده طلعك كام مره للثلث الامامي، وصلك كام مره للثلث الامامي، قدر ان هو يشكل خطوره كام مره على مرمى المنافس. مباراه بالنسبه لنا هي مباراه مثاليه بالنسبه لمارسيل كولر، ومباراه مثاليه للاعيبه النادي الاهلي. الحمد لله